ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تفرج بها همومنا وتفرج بها كروبنا ان شاء الله. النهارده بقى يا حبايبي هنعمل روتين. النهارده بقى هنعمل حبة مكرونة، وزي ما انتم شايفين كده حبة صلصة. الصلصة دي بنات اللي انا بعملها دايما، اللي انتم بتشوفوها في الفيديوهات عندي، اللي هي القوطة الصحيحة. القوطة تكون حمراء ومغسولة كويس، ولو في قوطة فيها اي حاجة كده على جنب تشيلها من القشرة بتاعتها. دي احنا هنجهزها للفراخ. هنحط لها ايه زي ما انتم شايفين كده، ما تكتروش توم. ربع معلقة توم عشان ما تبقاش حامية على الصدر. واهم حاجة تحطوا للقوطة حتة سكر عشان تاخد الحموضة بتاعة القوطة، ما تبقاش حامية على صدركم وتعمل لكم ارتجاع. حتة فلفل اسمر، حبة كزبرة، حبة كمون. لا يا بنات معلش، عفوا، مفيش كمون في دي. هنا في كزبرة، في فلفل اسمر، في ملح، حبة زيت، التوم بس. بلاش الكمون لانه الكمون مش محبوب في الفراخ. هنعمل هنحط في البصلة زي ما انتوا شايفين كده حتة تومة كده، هنقلب فيها وهنظبطها. وهنحط ايه بقى كمان؟ شوربة خضار. شوربة خضار دي ليا انا يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده. كوسة وجزر وبسلة وفاصوليا خضراء، كنت كل الحاجات دي كنت مفرزاها عندي. وهنا بامية، سلقنا البامية في كوبايتين كده مية، وبعد كده نزود لهم الشوربة. لو الشوربة عندك كتير وهتدلقي منها، بدل ما تسلقيها في مية اسلقيها في حبة شوربة. وبعد كده برضو تصفيها وتحط لها شوربة نظيفة تانية خالص، تضربي بيها البامية دي في الخلاط. انا حابه النهارده ما اعملش شوربه خضار، اسلقها كده في الشوربه او تبقى سايله كده في الشوربه، لا، حبيت اغير منها واغير من الطعم بتاعها. الطعم البصلايه دي زي ما انتم شايفين، وحته التومه بس كده تطعمها وتعمل لها ريحه، وتبقى كله يعني ايه، يا دوب بس تتبيله كده، لا تصفر ولا تحمر. هي تتبيله كده، وبنزل بها بحبه شوربه الخضار وبفضل اشوح فيهم. وهينزلوا ميه منهم فيهم كده، ممكن احط لهم يعني بنص كوبايه شاي ميه كده عشان بس الجزر، عشان الجزر يستوي. انما البطاطس الكوسه مش مستحمله، بطاطسايه برضو نفس النظام مش ما بتستحملش، والبسله والفاصوليا ما بياخدوش سوا برضو. هنا ضربنا زي ما انتم شايفين يا حبايبي. بصوا قوام الباميه، هو ده القوام الكويس، ما تبقاش خفيفه قوي وما تبقاش تقيله قوي. في ناس ما تعرفش الاكله دي، في ناس بقى عارفاها. احنا كنا عاملين اجنحه زي ما انتم شايفين اهو. في حبة الصلصة اللي عملناهم، تغطس الجناح في الصلصة وفيها دبابيس برضو، وترص بقى في الصينية. ودي هنا شوربة الخضار خلاص شبه استوت اهو زي ما انتوا شايفين. انا بحب اغير فيها علشان ايه، اعرف اكلها، ما تبقاش كل مرة نفس النوع ونفس الروتين، مسلوقة بالشوربة وتاكليها كده وخلاص. حيرة تاكلوا ايه يا بنات، رز ولا مكرونة؟ اقولك ايه، غيري. هما ميالين للرز اكتر، بس قلنا نغير نعمل لهم ايه، طبقين كده مكرونة جنب الاكل خفيفة. ولسه كان الوقت يعني الساعة كانت لسه 7:30 او 7:15. احنا بنحب نعمل الاكل نطفي عليه زي ما قلت لكم ونغرف على طول. ما تنسونيش يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، ما تنسونيش في اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت الأول مرة يشرفني في القناة يا ريت يعمل اشتراك في القناة. ويا ريت كومنت حلو كده من ايديكم تقولوا لي فيه ايه رأيكم في الفيديو، ايه رأيكم في الروتين بتاع النهاردة، في حاجة عجبتكم، في حاجة ما عجبتكوش. انا ما بزعلش من اي رأي وبحب اسمع كل الآراء، وبنحب ايه نستفيد كده مع بعضينا ونستفيد من بعضينا. هنا حبينا نغير، ما تبقاش مكرونة كده محمرة بالشوربة بس، حبينا نغيرها ونطعمها بحبة صلصة. هنا الفراخ اهي، اجنحة دي يا بنات على فكرة طعمها حلو قوي قوي. من ساعة العيال ما بقيت اجيبها لهم وعجبتهم بصراحة.
يقولوا لنا لا هاتلنا اجنحه، اجنحه وخفيفه، وما شاء الله على فكره مليانه لحمه، فيها حته لحمه حلوه. لان بتوع الفراخ لما بيعملوها بيعملوا الفرخه طبعا بيقطعوها وراك، بيطلعوا الوراك لوحديها، وبيطلعوا الصدر اللي هو البانيه لوحده، وبيطلعوا الاجزاء اللي هي في النص اللي هي الرقبه والحاجات دي لوحدها. لما بيقطعوا الاجنحه دي بيخشوا على الكتف شويه، فتلاقي فيها جناح جناح كده، والله تلاقيه بسم الله ما شاء الله عامل زي الدبوس، وحلو وخفيف، والعيل ما بياخدش حته واحده، بياخد واحد واثنين وثلاثه، فعشان كده حابينها. ودايما احنا بنحب نعملها بالفيجيتار، بتبقى برضو طعمها جميل وتغيير. والمرة دي بقى حبينا نعملها ايه زي ما انتوا شايفين، بحبة الصلصة اللي كنا بنجهز فيهم. تحط الجناح في الصلصة وترص في الصينية، هيطلع لك. بصوا هنا للي بيحب الفيجيتار حطينا كام واحد كده بالفيجيتار. يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب روتين النهاردة ينال اعجابكم ويكون خفيف على قلبكم، واكون كده ضيفة خفيفة على قلبكم، واكون ضيفة كده محبوبة اليكم. ويا ريت تعملوا لي كومنت حلو كده من ايديكم الحلوين، ربنا يكبر بخاطركم. ويا ريت تعملوا لي لايك حلو، اللايك قدامكم يا بنات ببلاش، ما بتدفعوش في فلوس، بالعكس ده انت كده ربنا يديكي حسنات بفضل الله، لانك كده بتساهمي في انه الفيديو يترفع. فيا ريت تعملوا لي لايك وكومنت، واللي مشتركش في القناه يا ريت يشترك. ويا رب الفيديو ينال اعجابكم، يا رب نتعلم مع بعضينا الجديد والسريع والخفيف. ولو عندكم حاجه اكتبوها لي في الكومنت وقولوا لي. وهنا الغدا بتاعنا خلاص جهز. دايما بنعمل حاجات بسيطه، دايما بنعمل حاجات قليله. اتفضلوا معانا بالهنا والشفاء. ادي الاجنحه اللي معموله بالفيجيتار، طعمها جميل جدا جدا وشكلها حلو قوي. وادي المكرونه، وادي الباميه، في ناس بتقول عليها ويكا، الويكا الصعيدي. وهنا حبة شوربة الخضار هم خلاص جهزوا ما شاء الله، طعمهم حلو قوي لما تشوحوا. وهنا المخلل ده يا بنات اللي انا وريته لكم، كنا مخللين منه، طعمه جميل جدا جدا وتحفة. يا رب لما ينزل نجربه تاني مع بعضينا عمل ان شاء الله. وهنا صينية الفراخ اهي اللي طلعت من الفرن، اللي هي معمولة بالصلصة، وريحتها تحفة وشكلها يشهي. وحسن الختام، السلام عليكم.